السلام عليكم، مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعاده. اسعد الله مساءكم جميعا، طبتم وطاب من برفقتكم. هيا بينا نرجع ذكرياتنا ونفتح حكايتنا من اول وجديد. هناخد فلاش باك ونرجع للماضي. فيلنا فيديوهات بالظبط ما يقارب من 3 شهور او 4 شهور من النهارده. ان شاء الله هنرجع وهنفتح حكايتنا ونبتدي من اول وجديد في مواضيع. هنتكلم النهارده تحت عنوان الخبره واكتسابها من الطالب الجامعي. دلوقتي كلنا متغربين، كل بلد جاي منها طالب. حاليا دلوقتي طبعا ولنا الشرف كلنا من كفر الشيخ. طبعا في ناس جايه من الاقصر، في ناس جايه من سوهاج، في ناس جايه من المنوفيه، في ناس جايه من المنصوره. من كل بلاد العالم ناس جايه القاهره عشان تدرس، عشان تتعلم. دلوقتي اول مشكله هتقابلك. دعونا الاول نرحب بيهم. اهلا ومرحبا بكم في القاهره. نورتها يا بوبو ونورتيها يا ست البنات. ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. اهلا ومرحبا بكم. دلوقتي اول مشكله بتقابلك في القاهره، العامل الاولاني السلطان في السكن. هينضحك عليك لو خدت على طول. ان في ناس بتاخد السلم من درجه واحده، بوب بوب على طول. انا طلعت خدت قرار متسرعه جدا. خلاص انا شفت كذا والشقه الفلانيه انا رحت فيه. طب ما في شقه افضل واحسن منها وبثمن اقل. زي واحد رايح يشتري موبايل ب 5000، نفس المحل في مكان تاني بردك ب 5000 او ب 4000. تمام، انا ليه مش هروح اجيبها ب 4000؟ يعني الفكره عندك قدامك، بس انت اللي متسرع فبتاخد القرار الغلط. فدايما في المثل اللي عندنا كان بيقول لك عشان ما تندمش. وفي المثل عندنا بيقول لك كلمه يا ريت مش بتعمر بيت. طبعا كلنا عارفينها. يعني انت هيضحك عليك، بس في فرق ما بين ان هو هيضحك عليك وهتتعلم من الضحك وهيتعلم من الموقف اللي حصل لك، وفي بقى الاغبى ان هو خلاص اتضحك عليه وفعلا بيستمر ان هو بيضحك عليه عادي، وهو اوريدي ان هو متقبل الفكره وبيدفع مصاريف عادي ايزي. يعني ما هو مش تعبان فيها يعني. طبعا زمان جدودنا علمونا ان اللي بيتعب في جنيه ان هو بيطلعه بالعافيه. ما انت يا بابا انا عاوز كده، خد يا ابني بابا. فايه انت تخلي بالك كده وتهدى وتركز. ويا اللهم صل على سيدنا محمد عشان مش ينضحك عليك ان انت كده كده. باختلاف هنا في القاهره، بص يا بوب، انا بنك آلي متحرك. اي خطوه هتاخدها هتدفع فيها فلوس. فانت خلي بالك وركز في تصرفاتك. النهارده طبعا زي ما انتم كلكم عارفين، قبل كده كنا بننزل فيديوهات ووقفنا عشان الدراسه والامتحانات والمواقف اللي حصلت معانا. وطبعا الكل يعني ما شاء الله عارف الحاجات دي. فتابعا للمواقف اللي كانت بتحصل قبل كده كنتوا بتسيبوا لنا في التعليقات المواضيع اللي انتم حابين ان احنا نتكلم عليها فيها، وكنا بنفتح عليها مواضيع وكنا بنعمل عليها فيديوهات. فطبعا ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك سبسكرايب. وما تنسوناش في دعواتكم. طبتم في امان الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى اللقاء.